السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وصفة حلوة جدا وطعمها مميز قوي. هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. ليه سميناه حمام كذاب؟ لانه مش حمام حقيقي. احنا هنجيب الوراك ونعملها بطريقة مميزة وحلوة جدا ويطلع معانا زي الحمام بالظبط ويمكن افضل كمان. الوصفة دي كمان تنفع جدا في العزومات وتنفع كمان في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب. انا عن نفسي جربتها في عزومة من العزومات وبجد شرفتني وابهرت كل اللي دقوها. هنقول كل تفاصيلها مع بعض وهنقول طريقة التحضير وكل المكونات في فيديو النهاردة. نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة هعملها ان انا هجيب عندي الكبد والقوانص واسلقها سلقتين حلوين جدا، بمعنى ان المية تغلي مرة غلوتين كده او مفضياها مصفيها تماما، وبعدين احطها في مية مغلية تاني تغلي كمان غلوة واصفيها بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا وبتخليها كده ما فيهاش اي زفارة خالص، وكمان بتخلي طعمها مميز وحلو قوي. ولما تيجي تقطعيها مكعبات بالشكل ده تقطع معاكي بسهوله وبسلاسه جدا. هقطع كل كميه زي ما انتم شايفين واحطها في بوله بالشكل ده كده، واجيب عندي بصلايه متقطعه ناعم، يعني بصلايه متوسطه الحجم كده، واسيب منها جزء ني وبقيه الكميه كلها احطها على النار تاخد لون ذهبي بالشكل ده. وبعد كده هنزل فوقيها بالكبد والقوانص اللي انا قطعتها مكعبات وافضل اقلب فيها لحد كده ما يندمجوا مع بعض كويس، واحط عليها ملح وفلفل اسود وكمون. مش هكتر بهارات قوي علشان تفضل طعمها كده ولذيذه زي ما هي. بعد ما تستوي معايا هسيب كمان التلت والتلتين، هاخد التلت في البوله كده واخلي التلت في الطاسه زي ما هو في الحله علشان احط عليه الرز بعد كده بالشكل ده. وده هيبقى الحشوه بتاعه الحمام اللي عندي. هحط عليها كوبايه من الميه واغطيها لحد ما تاخد معايا نص تسويه كده، علشان لسه هكمل سواها مع الحمام في الشوربه بتاعته باذن الله. هعمل جنبها بقى طبق جانبي كده هيبقى عباره عن خضار سوتيه، بيبقى طعمه مميز قوي وبيدي قيمه غذائيه عاليه كده للوجبه بتاعتي. هحط على النار يستوي مع نفسه على ما ابدا احشي الحمام اللي عندي بالشكل ده كده. طبعا الوراك دي انت بتجيبيها من عند بتاع الفراخ وبتعرفيه ان انت تعمليها حمام كداب، بيقطعها لك بطريقه معينه وبيخليها لك تماما من العظم بالشكل ده، ويفضل تبقى كبيره شويه عشان تبقى شكلها لذيذ معاكي وتاخد حشوه كويس. كل اللي انا هعمله ان انا هدق عليها بمدق اللحمه بالشكل ده وهفرغ اي عروق معايا كده علشان تبقى مفروده تماما معايا واعرف احشيها كويس. خلصت كل الكميه بالشكل ده كده. هيكون معايا الرز استوى نص تسويه زي ما اتفقنا. هبدا كده احطه في طبق عندي، هبدا اجيب الوراك او الحمام بتاعي واحشميه، بس طبعا قبلها هحط البصلايه اللي انا كنت حطاها نيه، ما حطيتش اي تسويه على النار. دي بتدي طعم حلو وريحه حلوه قوي للرز. وبعد كده بقى هجيب حله كبيره واحط عليها معلقه من الزبده وورق لورا وحبهان واقلب فيهم كويس كده، معلقه صغيره قوي من الفلفل الاسود. وبعد كده انزل بميه الشوربه. الخطوه دي بتخلي الشوربه عندي ريحتها حلوه جدا. هجيب بقى عيدان خشب كده او سلاكه او عيدان الشيش، اي حاجه علشان دي اللي هقفل بيها الوراك عندي. وابدا احشي وادخل كده الجزء اللي عند العظمه ده احشيه كويس قوي بالرز. وبعد كده انزل كده في نص الورك بالشكل ده وابدا الفها رول واقفلها تماما بحيث ما يكونش فيها اي فتحات تنزل رز ده عندي بالشكل ده كده. وبعد كده هبدا بالخشب كده اقفلها كويس. شكلها بقى لذيذ معايا ازاي وما فيهاش اي حاجه رز خارج بره. هخلص كل كميه هتكون معايا كده شوربه غليت، هنزل بيها. مجرد ما تلمس النار معايا مش هتبقى منزله اي رز ولا اي حاجه خالص، وهتبقى متماسكه جدا جدا معايا بالشكل ده كده. افضل كتير من ان احنا نعملها بخيط، وافضل كمان من ان احنا نعملها بستريتش ريه بخطواتها هتبقى كتير جدا ومتعبه. في حله تانية بقى هجيب بصلايه واخليها تاخد لون ذهبي. هنزل بباقي كميه الكبد والقوانص اللي انا كنت ركناها على جنب علشان هعمل بيها الرز الجانبي اللي جنب الحمام الكداب. بسويه سوا كامل. ويفضل ان انت تعملي الرز الجانبي اللي جنب الحمام الكداب لوحده خالص في حله منفصله بتسويه منفصله. يعني كل رز فيهم لوحده، رز الحشو لوحده ورز الجانبي لوحده. مش ان احنا ناخد نص تسويه ونحشي بيه وبعد كده نرجع نكمل سواه، لا، علشان خاطر النتيجه تطلع معاكي مرضيه ويبقى تسويه الرز عندك حبه وحبه كده ويكون مستوي معاكي كويس. طبعا بقى احط عندي التوابل، معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود وكمون.
برضو مش هزود بهارات عن كده خالص عشان يفضل طعم الرز معايا حلو وزي ما هو. هغطيه بقى بالشوربه او الميه اللي عندي متاح بمعلقه بس فوق الرز كده، واغطيه اول ما يغلي اهدي عليه واسيبه يكمل سواه. هلاقي برضو عندي الخضار السوتيه استوى، هبدا اصفيه كويس من الميه، وبعد كده هيكون عندي الحمام الكداب استوى تماما. هبدا اصفيه من الشوربه، وبعد كده بقى هجيب معلقه كبيره من الزبده. الرز كمان استوى معايا كده، الاطباق كلها جاهزه للتقديم. هبدأ بقى احط الرز بولات كده شكلها لذيذ قوي، بتتقلب معايا كده. وطبعا زي ما بقول دايما طريقة التقديم بترجع حسب الرغبة وحسب الامكانيات، مفيش مشكلة فيها خالص. جنب كل طبق رز كده هحط قطعة من الحمام الكداب ومعلقتين كده من الخضار او السوتيه. الطبق بقى كامل متكامل معايا، وجبة حلوة قوي قوي مميزة، وبجد طعمها حلو جدا. متأكدة ان هي تعجبكم. وده كان فيديو النهارده، وهو ده الحمام الكداب. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. وما تنسوليش في الاشتراك بالقناه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.